تضخم البروستات الحميدي هو مرض كيجي عند الرجل في 60 عام، واحد ثلاثه كيفتحوا. كاين طرق علاج متعدده، كاين الدواء اول حاجه ادويه موجوده، كنعرفوا ادويه المرض كيعطي بعض لي زيفي الانسان ما يستحملهمش. كذلك كاين طرق العلاج من اللازير، من التكرات، من بزاف د العمليات كيداروا البروستات، هذوك مزيانين ومدة سنوات كيداروا. دابا كاين تطور، اخر تقنيه هي ديال العلاج بالبخار كتسمى ريزوم، عمليه كدار بتخدير محلي والمريض يقدر يخرج من النهار ديالو. العمليه كدوم 5 دقائق وما فيهاش سيران، ما فيهاش عواقب حتى من ناحيه لا سوند ما كدارش، ان يقدر الانسان يخرج كيبول عادي. هادو بعض المزايا اللي كيقدر نتفاداو بعض العواقب ديال العمليات اللي كانت كدار من شحال هادي. هاد العمليه كدار في قاعه الاندوسكوبي وكدار تقريبا هذيك بحال واحد الانسترومون كيدار هو جو تاع كل واحد كيدار انسترومون في شاك عمليه، في واحد بحال البرا كندخلوها وكتشوف البلاصه اللي غدير فيها حسب الحجم ديالها. كنديروا البرا 2 3 4 5 حسب الحجم ديال البروستات. كما نقولوا كل 10 غرام فيها شوكه واحده، اذا 40 غرام 4 شوكات. وكتذوب لا بروستات، كتذوب حيت انجكتو واحد لا فابور دو، كتذوب مع ابارتي 3 سيمين 3 شهور كيكون الانسان كيبول عادي وكيحتفظ على القذف ديالو. هذه المميزه الكبيره انه القذف كيبقى عنده. تعرفوا العمليات كيداروا كلهم كيحافظوا على القذف. اذا هذه برمي المميزات ديالها، من غير انه ما عندهاش بعض العواقب، انها كتحافظ على القذف. لان كنعرفوا بعض الناس يقدر باقي صغير قبل من 60 عام باغي يتزوج ولا يجيب وليدات، كنقدروا نحافظوا على هذه الحاجه هذه مهمه. ودابا التجربه هذه اللي عملنا بها هذه اكثر من 5 اشهر، الحمد لله المرضى سون ساتيسفي كيبولوا مزيان. والهدف اللي كنا نوصلوا ليه حققناه، انه حافظنا على القذف ديالهم، وكذلك حتى لي سويت كانوا مزيانين مورا العمليه. الحمد لله من شهر 2 حنا بدينا هذه العمليه، اول عمليه في المغرب نقولوا شمال افريقيا في اكديتال، اللي عطات واحد المميزه ان المرضى ولاو كيجيو انه باش يحافظوا على القذف ديالهم، وكذلك يتفادوا بالادويه اللي ما كيستحملوهاش، وكذلك انه كيفتح بواحد المنهج محلي ويخرج في النهار ديالو. هذا الشيء كلشي كيرد هذا التداوي ديال البروستات الحميده بواحد الطريقه جد بسيطه واللي ما فيهاش عواقب للمريض، وكذلك من ناحيه الانسان يخرج بالوقت ديالو بدون عواقب.